8 أيام بس على مونديال، ونيمار رسمياً في قائمة البرازيل. فابريزيو رومانو أكد الراجل مصاب ورايح مونديال، وهيلبس رقم 10 زي ما هو. أنا لسه مش مصدق إنه ده بيحصل، بس استنى هقول لكم بعد شوية الكام منتخب عربي اللي معاه في المونديال ده رقم ما حدش بيتكلم عنه. وفي ضربة تانية من أولد ترافورد، راسموس هويلاند خلاص مشي من مانشستر يونايتد بشكل دائم. نابولي فعلوا بند الشراء، والراجل بقى إيطالي. ياه، 2 بس وخرج من البت اللي كان مفروض يبقى نجمه. وخليني أوجعك بالرقم اللي وعدتك بيه: 8 منتخبات عربية في نسخة واحدة من كأس العالم. 8، أول مرة في التاريخ. مصر، السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، قطر، الكل قاعد. ده مش مونديال، ده عرس. وفي أخبار تانية بتضحك، فرنسا يعني أما رشح الأولى للكأس، اللعيبة بتتخانق مع الاتحاد على التذاكر. الاتحاد بيديهم تذكرتين بلاش و6 بفلوس. حلو الكلام ده. أنا شايف الاتحاد الفرنساوي ده هيدخلهم مونديال خايبين. 8 أيام على البطولة وقاعدين يتشحنوا على تذاكر الأهل. غلطة ديالو، باع التركيز. وفي خبر بيوجع، إبراهيم كوناتي تكلم لأول مرة عن وفاة ديوغو جوتا. كنت في لوس أنجلس لما عرفت، ما صدقتش الخبر، حطمني. وكمان فقد أبوه في يناير. سنة سودة على الراجل، حرام عليه. ونرجع مصر. طروب وصل القاهرة مش عشان يكمل، عشان يفسخ بالتراضي. الخطيب وسيد عبد الحفيظ قاعدين معاه دلوقتي. يلا كورة بيول. القصة قربت تخلص، نهاية حقبة. طب وانت اللي قاعد قدام أمو قايل ده، أنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ نيمار اللي بيتحدى الإصابة ولا كلام كوناتي؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقى